هو ازاي اعرف ان الورم ده حميد او خبيث؟ معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. في الفيديو ده هبين شويه حاجات كده تقدر تخلينا نفرق او ناخد فكره اذا كان الورم ده ماشي في سكه الحميد ولا الخبيث. اكتر حاجه في الاورام الحميده ان هو بيبقى من زمان وبقاله فتره طويله قوي وما بيكبرش بسرعه، وكمان بنلاقيه بيتحرك جوه الثدي، وحواف الامان الحواف بتاعته بتبقى سموث او بتبقى مسطحه ومستويه، واقدر احركه جوه الثدي بحريه. لكن الورم الخبيث بتبقى الكتله صلبه محجره جدا جدا ومش متحركه ناشفه، ومش بقدر احس انها مستويه السطح، بلاقيها معرجه او طالع منها سبايكس كده او بروزات مخليها تبقى متوغله جوه النسيج. عشان كده الورم السرطاني بنسميه ورم غازي. لكن الورم الحميد بيبقى جوه كبسوله، الكبسوله دي فاصلاه عن النسيج بتاع الثدي الطبيعي.